بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم إسلام صقر. فيديو النهاردة بعنوان معركة المنصورة الجوية 14 أكتوبر 1973. يوم عظيم في التاريخ، هو يوم عيد للقوات الجوية المصرية، حيث تحل في أكتوبر شهر الانتصارات الذكرى 49 لمعركة المنصورة الجوية، أطول معركة جوية في التاريخ، واللي استمرت 53 دقيقة بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية في سماء مدينة المنصورة. تم تصنيف معركة المنصورة الجوية ضمن أضخم 6 معارك جوية في التاريخ العسكري، وتعتبر أطولها نظرا لعدد الطائرات والمقاتلات الحربية المشاركة بالمعركة. تابعوني لنهاية الفيديو لنعرف أصل الحكاية. فاصل ونواصل. جاهزين يا رجاله؟ الله اكبر! وضع العدو الإسرائيلي خطة لتدمير عدد من قواعد الطائرات الحربية الموجودة في كل من منطقة الدلتا وطنطا والمنصورة، علشان يرد جزء من الاعتبار المهدور نتيجة الخسائر الجوية الإسرائيلية أمام القوات المصرية في سيناء. وكان ده أكبر هجوم إسرائيلي استهدف المطارات المصرية. خصصت إسرائيل 3 أسراب من طائرات الفانتوم، وهم السرب 107 و119 و201، وبلغ عدد الطائرات الحربية حوالي 160 طيارة. وكانت المهام موزعة بحيث يقوم السرب 107 والسرب 119 لمهاجمة الهدف الرئيسي في طنطا، في حين يقوم السرب 201 بفتح الطريق أمام قوة الهجوم الرئيسية عبر ضرب مطار المنصورة المعقل الرئيسي لأسراب الطائرات المصرية الميج 21. كانت خطة الهجوم الإسرائيلية كالتالي، تتم على 3 مراحل. المرحلة الأولى استدراج طائرات الميج المصرية وإبعادها عن المطارات التي تحميها. والمرحلة الثانية ضرب وإسكات الدفاعات الجوية والرادارات المصرية. والمرحلة الثالثة موجة الهجوم الرئيسي التي ستضرب المطارات المستهدفة، وبالتالي لا تتمكن الطائرات من العودة إلى قواعدها اللي طبعا اتدمرت، وبعدين يتم إسقاطها واحدة ورا الثانية بكل هدوء ومعلمة. خطة شيطانية بمعنى الكلمة، لكن القوات الجوية المصرية كانت على علم بالخطة كويس جدا ودرساها. في تمام الساعة 3:15 مساء يوم 14 أكتوبر 1973 رصد الرادار المصري على البحر المتوسط اقتراب 20 طائرة من طراز فانتوم باتجاه الجنوب الغربي عبر بورسعيد. وبسرعة أصدر قائد القوات الجوية وقتها اللواء محمد حسني مبارك تعليمات لقاعدة المنصورة بإقلاع 16 طائرة ميج لعمل مظلة جوية لحماية القاعدة وعدم التقدم نحو الطائرات الإسرائيلية. وده المهم في الموضوع، وكانت دي الأوامر اللي صدرت من قيادة القوات الجوية المصرية. وجاءت التعليمات نتيجة خبرات القوات الجوية المصرية في التعامل مع طائرات العدو، اللي بتعتمد على تكتيك استدراج الطائرات المصرية حتى نفاذ الوقود أو الابتعاد عن قواعدها، في حين يهاجم سرب آخر من الطائرات القاعدة. وعشان كده فضلت الطائرات الإسرائيلية تحلق في دوائر حتى تأكدت أن الميج المصرية لن تهاجمها، فعادت إلى البحر، وبذلك فشلت الموجة الأولى من الهجوم. وبعد 15 دقيقة بالضبط من الهجوم الأول، وفي تمام الساعة 3:30 أبلغ الرادار المصري عن رصد 60 طائرة قادمة من 3 جهات عبر بورسعيد ودمياط وبلطيم. وهنا أمر قائد القوات الجوية وقتها اللواء محمد حسني مبارك باعتراضها وإجبارها على التفرق بواسطة 16 طائرة ميج 21 من قاعدة المنصورة، و8 طائرات من نفس الطراز من قاعدة طنطا، و16 طائرة أخرى تشكل مظلة جوية. وبرضه فشلت الموجة الثانية للهجوم. وبعد 8 دقايق من الهجوم الثاني أبلغ الرادار مجددا عن موجة ثالثة من الطائرات الإسرائيلية، وعددهم 16 طائرة جايين من اتجاه البحر على ارتفاع منخفض. فأقلعت 8 طائرات ميج 21 من مطار أبو حماد لاعتراضها. وبدأت المعركة، وامتلأت سماء المنصورة بكل الطائرات في دوائر اشتباكات، كل طائرة ميج تعقب طائرة فانتوم والعكس. واستمرت المعركة كل هذه الفترة، أسقطت فيها القوات الجوية المصرية 17 طائرة فانتوم إسرائيلية، بينما خسرت مصر 5 طائرات فقط، منهم طائرتين كان بسبب نفاذ الوقود. وانسحبت آخر طيارة إسرائيلية في تمام الساعة 6:08.
وفي مساء ذلك اليوم أذاع الراديو بيان المعركة، وهو البيان رقم 39، وأصبح هذا اليوم هو عيد للقوات الجوية المصرية التي تمكنت من إفشال أكبر هجوم إسرائيلي بطائراته الحديثة وإذلال كبرياء إسرائيل وادعائهم بسيطرتهم على السماء. وهذا لم ولن يتم إن شاء الله في ظل وجود النسور، نسور مصر، نسور السماء، حماة سماء مصر. وفي النهاية أتمنى الرسالة تكون وصلت. اللهم احفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء. اللهم احفظ جيش مصر وشرطتها. اللهم ارحم شهداء الوطن. عاشت الأمة العربية، وتحيا مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.